ولد في الجزائر العاصمة سنة 1912 من أسرة بسيطة. منذ سن 17 كان يشاهد في أقبية القصبة يناقش الظلم الذي يتعرض له إخوانه الجزائريون. في سنة 1934 انضم إلى حزب نجم شمال أفريقيا. وفي 2 أغسطس 1936 بدأ نشاطه داخل حزب الشعب الجزائري. في سنة 1937 انتخب كإطار دائم في حزب الشعب الجزائري بصفته كاتبا لمكتب الجزائر، وتولى كذلك مهام أمين صندوق فرع الجزائر البحرية. خلال الحرب العالمية الثانية تم حل حزب الشعب الجزائري، وتعرض أعضاؤه للملاحقة. وفي 28 مارس 1941 تم اعتقال محمد خيضر بتهمة المساس بأمن الدولة، وسجن حتى سنة 1944. بعد الإفراج عنه اعتقل مرة أخرى سنة 1945 عقب مجازر سطيف يوم 8 مايو 1945، وسجن في الحصن العسكري ببوزريع. أفرج عنه سنة 1946، وكان من بين مهندسي تحويل حزب الشعب الجزائري الذي انقسم إلى حزبين: حزب قانوني هو حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وآخر سري هو المنظمة الخاصة أوس. في 10 نوفمبر من نفس السنة انتخب محمد خيضر نائبا عن الجزائر في الجمعية الوطنية الفرنسية ضمن قائمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وتمت المصادقة على انتخابه يوم 31 يناير 1947. عين عضوا في لجنة المعاشات، وفي 30 يناير 1948 في لجنة الأسرة والسكان والصحة العامة ولجنة الصحافة. في أبريل 1949 تورط في عملية السطو على بريد وهران، وهي عملية أعدتها المنظمة الخاصة، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه. وعند انتهاء عهدته النيابية في يونيو 1951 غادر خيضر فرنسا متجها إلى مصر عبر سويسرا لتجنب الاعتقال. في القاهرة في أكتوبر 1952 تولى خيضر إدارة القسم الجزائري بمكتب المغرب العربي بصفته مندوبا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية. وفي نهاية سنة 1951 وقع انشقاق داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية بين أتباع مصالي الحج المصاليون والمركزيين. ولمحاولة وضع حد لهذه الخلافات تأسست لجنة الثورة للوحدة والعمل من طرف من أطلق عليهم اسم التسعة التاريخيين، وهم محمد خيضر، محمد بوضيف، مصطفى بن بولعيد، العربي بن مهيدي، رابح بيطت، مراد ديدوش، كريم بالقاسم، حسين آية أحمد، وأحمد بن بالله. في 10 أكتوبر 1954 حد أعضاء لجنة الثورة للوحدة والعمل تاريخ اندلاع الثورة ليكون يوم الاثنين 1 نوفمبر 1954، وأنشأوا جهازين: أحدهما سياسي هو جبهة التحرير الوطني، والآخر عسكري هو جيش التحرير الوطني. وفي 20 أغسطس 1956 خلال مؤتمر الصومال السري أسندت القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني إلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي ضم 34 عضوا من بينهم خيضر. في 19 أكتوبر 1956 توجه خيضر رفقة آية أحمد بن بالله بوضيف إلى المغرب لمقابلة الملك محمد الخامس. وكان الهدف من اللقاء مناقشة الاجتماع الذي كان من المزمع عقده في تونس لإنشاء كيان مغاربي موحد، على أن يبقى مرتبطا بفرنسا بشكل ما لم يحدد بعد. وكان من شأن إنشاء اتحاد مغاربي أن يساهم في حل جميع القضايا العالقة. وفي 22 أكتوبر 1956
اختطف الطائرة التي كانت تقل خيضر ورفاقه الخمسة من الرباط إلى تونس من قبل الطيران العسكري الفرنسي، وتم تحويلها إلى الجزائر، حيث تم استجوابهم ثم نقلوا إلى باريس وأودعوا سجنفرين. في سبتمبر 1958 عين خضر ورفاقه المعتقلون آية أحمد، بوضيف، بيطط، وبنبلة وزراء دولة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وفي نهاية مارس 1962 وبعد اتفاقيات إيفيان أطلق سراح الخمسة ومن بينهم محمد خيضر. عند استقلال البلاد عين محمد خيضر في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، إلا أنه استقال بعد فترة وجيزة. اعتقل وسجن، وبعد الإفراج عنه التحق بالمغرب، ثم توجه إلى فرنسا حيث أقام إلى غاية سنة 1966، وهي السنة التي غادر فيها إلى مدريد، إسبانيا، حيث اغتيل يوم 4 يناير 1967. وقد حملت جامعة بسكرة اسم محمد خضر ابتداء من 7 يوليو 1992.